السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عاوز أتكلم بصراحة. أجهزة الإعلام العربية وأجهزة الإعلام، القنوات الخاصة والقنوات الحكومية كلها المنتشرة، مش عاوز أذكر أي اسم، هي ليه في سياسة اسمها سياسة الاستخفاف بذكاء المواطن المصري. هو للدرجات المواطن المصري والمواطن العربي مستوى الذكاء جدا منخفض، أقل من اي كيو 100 مثلا؟ ليه طيب الاستخفاف الرهيب جدا بذكاء المواطن المصري؟ يعني مثلا انت اما تجيب رئيس وزراء فلسطين وتجيبه المعبر وتعمل هلمة والليلة كبيرة جدا، هتعتقد ان الناس خلاص صدقت ان انت مع القضية الفلسطينية؟ خلاص، يعني اما تعلن بقى انك دربت 5000، جبتهم منين ال 5000 دولت؟ اصلهم ايه؟ السي في بتاعهم ايه؟ ودربتهم على ايه؟ المواطن المصري عارف، وانت عارف، وانا عارف، وكل الناس عارفة ان ده بتمويل امريكي وتدريب من دول عربية حتى يبقوا زي جنود السلطة الفلسطينية. وكل العالم عارفة ان جنود السلطة الفلسطينية بيخدموا اسرائيل، بيعملوا القمع على المواطنين بتوعهم. فانت ما تستغبيش الناس تجيب لي كم عربيه مع عبد العاطي مع رئيس وزراء فلسطيني لاول مره على معبر رفح. طب ما انت كنت جبته من اول يوم ودخلت بشاحنه غصب عنهم. اما تعمل الهلمه والهليله والحركات الفهلوه دي كلها على الاعلام علشان تقول احنا مع القضيه الفلسطينيه، واحنا الوحيدين اللي كافحنا التهجير، واحنا مش عارف ايه، الناس ما عادتش بتاكل من الكلام ده ابدا. الكلام ده يتقال لعجوزة عندها 90 سنة مش هتصدقك، ولا عيل عنده 7 سنين هيصدقك. خلاص، يعني العب غيرها. السفينة السعودية اللي كانت محملة بالأسلحة، التراكنج بتاعها الناس كلها بتبص عليه على التليفون، وصلت لميناء الإسكندرية وبعدين كملت بالأسلحة بتاعتها اللي محملة من بالتيمور للكيان، وقبل كده في سفينة تانية اتحملت للكيان، والشركات المصرية شغالة بتبعت أكل للكيان، والدول العربية متورطة ب 40 مليار تقريبا لدعم نزع سلاح غزة. يبقى انت ما تضحكش على الناس بقى، يعني كفاية هجص يا جماعة. الناس مش أغبياء أبدا، سياسة الاستحمار بتاعت الشعوب ما عادتش تمشي. يعني المندوب بتاع السامي بتاع أمريكا تام براك عمال شغال وكأنه هو المندوب السامي الإنجليزي بتاع زمان، ويقدد لبنان، لو ما نزعتوش سلاح لبنان هضم الجزء الشمالي لسوريا. إيه هي سوريا؟ ولاية من ولايات واشنطن مثلا؟ هتضحك على الناس وتهددهم بالسويدة والدروز وتعمل فتن هنا وهناك علشان تقسم سوريا وعشان تمرر المشروع الاستعماري اللي نتنياهو النتن المشروع الاستعماري بتاع إسرائيل الكبرى. بتضحكوا على الناس ليه؟ للدرجات الناس أغبياء ومصدقين، وتقول بقى دولة عربية ودول عربية هتساعد لبنان في نزع سلاح حزب الله. يعني انتوا مش حريصين ابدا على مقاومة اسرائيل، انتوا كلكم بتهدوا الوضع عشان تلغوا حاجة اسمها مقاومة في ادمغة الناس حتى في فلسطين وبره فلسطين. فما حدش يستعبط على حد، اللعب على المكشوف بقى. ما خلاص، ما حدش هيرقع حاجة. المشروع واضح جدا. انتوا بقى سكتوا على سد النهضة وسكتوا على اللي بيحصل في ليبيا والسودان، وخلاص الجيش بقى ما فيش روح معنوية للقتال، مع ان الجيش المصري الجيش ال15 على العالم جيش قوي، لكنه ما عندوش إرادة سياسية ابدا ولا إرادة إدارية لخوض اي معركة، فبيترعب، فبيطلب ايضاحات من نتنياهو اللي اضعف منه. وكذلك الدول العربية المحيطة، دول الطوق كلها، تقول لك بقى الوسيط القطري والوسيط المصري والوسيط الأمريكاني. الوسيط لمين؟ لمصلحة مين؟ لمصلحة نزع سلاح كل حاجة حوالين إسرائيل، يبقى هيصب في مصلحة مين؟ الكلام ده كله محدش يضحك على إن أنت شفقان على الشعب الفلسطيني. ما أنت شفته بيتذبح بقاله سنتين، ما اتحركتش. محدش يلعب على حد ومحدش يضحك على حد، اقل عيل فاهم. فخلاص كلكم اتكشفتوا. لا اله الا الله محمد رسول الله.